أي علاقة ما بيتعملش فيها الحاجات اللي هاقول عليها دي بتكون علاقة صحية وبيكون فيها أمان وراحة. أول حاجة وهي لعبة التقليل، يعني الشخص اللي قدامك بيقلل منك ومن قدراتك ومن قيمتك علشان يحس إن هو الأحسن ويداري النقص اللي فيه ويضعفك في نفس الوقت. لعبة الرسائل المزدوجة والتصرفات اللي بيكون ليها أكتر من معنى، لعبة النقد المستمر، لعبة التلميح من بعيد، ولعبة أنت اللي خلّيتني أعمل كده أو أنت السبب، لعبة المقارنات سواء بيننا وبين بعض أو بينك وبين غيرك كشريك، ولعبة القمص والمبالغة في ردود الأفعال، ولعبة الظهور والاختفاء، إني أعوّد الشخص على وجودي وفجأة أختفي وأنا قاصد وبشكل متعمد. لعبة اللعب على نقط ضعفنا، يعني الشخص اللي قدامك بيكون عارف نقط ضعفك فبيبرزها علشان يدخل لك أكتر منها ويسيطر عليك أكتر ويبان. ولعبة التقل وتأخير الردود، على فكرة دي مش حاجة حلوة، كلنا I think بنعتبرها خيابة. ولعبة إنه الشخص اللي قدامك يغرقك اهتمام وحب وفجأة التنقيط بيهم. وأي علاقة بتكون فيها التصرفات دي ما بتكونش فيها أمان، بتكون توكسيك سامة، ما بيبقاش فيها إشباع عاطفي وبتجيب لصاحبها اكتئاب وخوف وتوتر مزمن وزهق وعصبية وبرن اوت. خدوا بالكم من العلاقات اللي انتوا فيها أو العلاقات اللي انتوا هتدخلوها.